من بين الكراهات اللي نعاني منها بعد أنا على أنه يجيني مدير ويقول لي على أنك أنت كصانع تقليدي عندك حانوت مجمعون اللي تبت 18 حانوت تروح حانوتك فيه هو الأول عاد 4 سنوات تقريبا ولا 5 سنوات هذا ما خرجوش. أكبر أنا من اللي يتكلم يجيني مسؤول كبير في ذاك الحجم يقول لي أنت صانع تقليدي كبير ما يمكن باش وأنا قاعد ماني ظان عنك اللي قالها اليوم. تعود قال لي في هذا المحل لا فيه شرجم جاي في الركنة و18 حانوت لا يمشي الوزير يوم يمشي الوزير من ينقسم ذوك الحوانيت ثلاثة من يجي الوزير ومعها معها الوالي جلموس وقسم قسموا ذوك المحلات قالت لي أنا الكلمة مباشرة ما هي مرسولة لا هي مكتوبة مباشرة يتكلم للمندوب ويقول لي على 18 حانوت فيها حانوتك أنت هو الأول فيها حانوتك أنت لأنك أنت لا تاخذ ما خصك تشون كلاش علاه قال علاه ماكينة تجينا بحلابسها وإحنا عندنا أماكن تعاونية فتح للصناعة التقليدية ماذا بينا يعود خارج من حد دراك يمشي يشوف ذوك الماكن يصورهم ليلة زين عندنا ليلة يصورهم الماكن قدام عينينا مشاوى صباح محمد بليل عضو في الغرفة ورئيس جمعية مستغل لمرافق مجمع الصناعة التقليدية ومشاوى صباعه كيف يعرف أحمد سالم ذاك كنت فعلا في الطب وجبرنا صبعه باش يقتل الماكينة هذا مجا وعاد بذاك البشير محمد الخليفة من أمهر الصناع وعاد بذاك الناجم الخليل ليه خط يذهب صغير ومشاوى صباعه الاثنين صايم في رمضان أنا وفتحت عنه الماكينة والله على ما أقول شيء أنا وفتحت عنه الماكينة مرة جاي هذا الماكن على هذه التعاونية اللي هي قاع رافدة الراس رافدة الأمامة ما تتبارك مع ذو الماكن تعدلهم رأي هنا عندها باش تعدلهم جات ماكينة وطرحت فوت 4 سنوات مطروحة فسرق المجمع ومازالت إلى ليتنا هذه بحلال سو كرتون على ما تمتع الصناع التقليديين ويبعدوا عن ذيك الثانية اللي فيها مضرة لهم على ما يفتح مركز الدعم التقني أيهم أمتن شخصية في الوزارة هي كانوا وزير الصناعة التقليدية والله التقني جاء الوزير وجاء معه الوالي وفتحوا مركز الدعم التقني ونسوا عاد بلاد انا لحنوا تقنيجي هو اللي ينعت للصناع التقليديين كيفاش خدموا الماكن تقني تم يحاني لا هذا اللي التقني ما يجيش شنو يعيط للصناع التقليديين يقول ماكو خدموا لاكاسني بهذه الطريقه وخدموا ماكينه الذواب بالضوء بهذه الطريقه وخدموا الماكينه بهذه الطريقه وخدموا مازال مقفول اليهم من هذا مازال مقفول مركز الدعم التقني مركز الدعم التقني مازال مقفول الى ليتنا هذا لا ما ينفعنا احنا الصناعه لا ما يفتح لنا احنا الصناعه التقليديين في ذاك اليوم يفتح لنا وذوك الماكن ينعمل لهم هاك ذوك الماكن اللي ما هم نافعه ينعمل لهم هاك لانهم ضيعوا علينا بعض الصناعه التقليديين اللي ما يخلصوا لشيء واللي عندهم شيء لا يعيشوا به لهم لا خدمتهم فوتوا زمنهم مطروحين ما فيهم حد لا عوضهم حد لا دافعوا عنه على يخلق لك هم على يخلق لنا لك هم ونظرا لسمو ماني لا نقول لكم لكن اللي لا نقول لكم كامل ما لأن لا ينطول عليكم لا ينطول عليكم مبالغ لأن هي 29 سنة إذا تيت نتفارق مع الشكوى المخررين لا يفوت سنة طاطبتها فاهم لا داعي لذا كامل لا داعي لذا كامل يكون بعد يفوقني بعد من الكلام على أنه بعد رانا الصناعة التقليدية راهي تحتضر في مدينة العيون الصناعة التقليدية راهي داخل الحضور والله يجازيكم عنا بخير الإحسان طبعا نقولها لك سيد النائب نقولها لكم كاملين عدلها النغاية يجازيك عنا بخير الإحسان لا تبخل لنا حالة لا تبخل لنا حالة يجازيك عنا بخير الإحسان وراهم اللي مشكلة الناس اللي مشكلة الناس اللي مشكلة ده ورانا بإذن الله تعالى الدور تعرفنا مولي انت ما الدور ما عرفتنا وعرفت عنا مولي واقفين معاك بإذن الله تعالى ومعاك عود معنا الله يجازيك عنا بخير الإحسان وبلغ رسالتنا ما نرى حد يبلغها رانا عندنا مقعد فم يقال ما بلغنا باللي شوف الوعد نقول لكم مثلا بالنسبه للشباب نعدوا راهي نعدوا وشنو يقولوا ماني قاعد نعدوا راهي نعدوا يجازيك علاش معكم صريح هذا قاعد احنا سرقنا للوزاره سابقك انت الوزاره اللي تقول عنا احنا الصناع التقليديين رانا ما عندنا لكم شيء احنا سامحين لان احنا مواطنين ولا يفدي لهم دولتنا من يتكلم الوزاره وتقول يا الصناع رانا ما عندنا لكم شيء قال لنا اما باش يعيط لنا مسؤول يمثل الوزاره ويقول لنا رانا لين نعدوكم ورانا لين نوصلكم ورانا لين نعدوكم على قريه فتح ديال مركز التمويل على قريه التقني فهمت هذا اللي نديروا فيه اجراء ان شاء الله
فيما يتعلق بالجانب تكلمت عنه فعلا، هو مطلب ديال التغطية الصحية بالنسبة لك مهم جدا. لأن تكلمت فعلا عن حالات اللي الحقيقة قلت فيه الحال اللي قلت فيه عن مجموعة من التقنيين، هذا هي مصدر حياته. وفي نهاية المطاف تجمع بعض الآلات اللي هي قديمة كنت كذا يشتغل فيها وتمشي 7 ولا 2 ولا كذا ليه بثنين مرة ما تلاقي قاعد هذا هو صار. وفهمت أغلبية الطلبة الصناع اللي ما عندهم وظيفة فهمت اللي تجبر مثلا حياته. هذا كان بين أهم الأمور هذه التغطية الصحية. شوف هي من أهم اللي